قبل ما يبدأ المقطع رح تقولوا لي شو هالكنزة اللي لابسة، شو هالألوان الغريبة هي؟ شو رأيكم بهيك كنزة يا جماعة الخير؟ بو 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 يعني لا حدا يحكي لي اليوم لابس كنزة شي على أول شي فاخر على آخر. حتى شوفوا كمان من هون وين هي، شوفوا الله الله، يعني خلص اليوم خلص هذا الفيديو. يعني المفروض من هيك تيشيرت تعرفوا انه هذا الفيديو نار، ولانه الفيديو نار جبت لكم اكثر سلسلة بتحبوها اللي هي اسرار المتابعين. فخلينا بدون ما نطول مقدمة نبلش بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس واي بي از باك، رجع لكم يا جماعة الخير بأكثر سلسلة بتحبوها بالقناة اللي هي أسرار المتابعين. وهالمرة مثل ما شايفين حطيت لكم منشور على اليوتيوب وقلت لكم هالمرة حاخذ التعليقات من اليوتيوب. أنا بالعادة دائما باخذها من الانستا، بس هالمرة أخذتها من اليوتيوب. فعلى طلبكم يعني دائما بتحكوا لي ليش دائما بتعملوا على الانستا ونحن ما عندنا انستا، فخلص هذا الفيديو راح يكون على اليوتيوب. فاللي عنده سر يكتبه هلا هالمشكلة انه نزلت الفيديو. فالمرة الجاي ما بعرف، يعني يمكن اطلب منكم من التيك توك، يمكن اطلب منكم من السناب شات، فما بعرف. فخلينا نوصل هذا الفيديو لاكثر من 5000 لايك. والفيديو الجاي يمكن الفيديو الجاي او اللي بعده او يعني بهي الفتره القريبه راح اعمل ردة فعل على الايديتات اللي عم تعملوها انتم علي. يعني راح اعمل مقطع خاص بس على الفيديوهات اللي عم تعملوها علي انتم. فاللي عنده مقطع مرتب وحلو وظابط الايديت تبعه يبعث لي اياه على التيك توك. طبعا على التيك توك على حسابي الجديد راح تلاقوا اسمي قدامكم بالشاشه، او كمان بعدين اذا غيرت اليوزر راح تلاقوا كمان الرابط تحت بالوصف. واللي عنده فيديوهات كمان على الانستا كمان يعمل لي منشن هنيك، يعمل لي منشن بالتعليق لحد يبعث لي فيديو على الخاص يا جماعه الخير، لانه ما عم بقدر اشوفه. وحساباتي اصلا بتواصل اجتماعي على السناب شات وعلى الانستا وعلى التيك توك كلها راح تلاقوها تحت بالوصف، فضيفوني عليها كلياتها. هيك عم بعمل فعاليات غير عن اليوتيوب، يعني هيك عم تشوفوا شخصيات تانية. يعني حتى على التيك توك تقريبا كل يوم راح اصير افتح لايفات هنيك. فاللي مو ضايفني يروح يضيفني. وبس هلا خلينا نبلش بالفيديو. طبعا يا جماعه الخير على طلبكم وانتم متعودين بهي السلسله انه ما يطلع اسم للشخص اللي كاتب تعليق، واصلا المنشور اللي حطيته بعد ما ينتشر هذا الفيديو راح امسحه مشان اللي كاتب تعليق هيك ما يبين عند العالم. فخلينا نبلش بالتعليق الاول. بيقول السلام عليكم عبد الله، الصراحه اول مره اشارك شيء عني على اليوتيوب. بصراحه انا وصغيره تقريبا بعمر ال7 سنوات كان عندي مدرس خصوصي بيجي لي على البيت بيدرسني عربي. لما كنت على طول بقعد قدامه كان بيقول لي احسن لك تعالي اقعدي جنبي عشان اقدر اشرح لك، ولما بيجي بقعد جنبه كان على طول يمسكني من خصري. شو المدرس هذا؟ المهم فما برتاح من هاي الحركات، بس لما برفض كان يجي ويشيلني ويحطني على رجله، ولما بحاول اقوم يمسكني بقوة ملحوظة. كان عنده 31 سنة ومانو متزوج. احا طب انت اهلك وين؟ يعني معقول اهلك عم يتركوكي لحالك معه؟ المهم وكان يعطيني الشوكولاتة ويقول لي لا تقولي لماما وانا اسكت. وبس بعد فترة حسيت اني اسكت على حقي، هذا الشيء غلط اكبر. فحكيت امي وامي الحمد لله تصرفت وبس. ومن بعد هذا الموقف تعلمت انه اي شيء يحصل لي او اي حركة ما تعجبني اروح واقولها لماما او لبابا، لانه السكوت عن الخطأ خطأ اكبر. وبس هي العبارة اللي بدي اوصلها لكل بنت. طبعا هذا التعليق لازم يكون درس لكم، انه اي شيء بيصير معكم بالحياه لازم تخبروا اهلكم، خاصه اذا انتم صغار بالعمر. يعني اي شيء بيصير حتى لو شيء تافه روحوا خبروه لاهلكم. ترى انتم اذا خبيتوا شيء عن اهلكم يمكن تضروا حالكم، يمكن تضروا اهلكم، تضروا مستقبلكم. فاي شيء بيصير معكم روحوا خبروه لاهلكم. والحمد لله انت ما صار لك شيء وخبرتي اهلك يعني بالوقت الصح، ولو انه تاخرتي شوي يعني، بس الحمد لله انه ما صار شيء. فالمهم نروح للتعليق اللي بعده. بيقول مره كنت محتاجه فلوس وكان عن جدي بسكليته وسرقتها ب5 الفجر، الكل نايم وبعتها واخذت الفلوس، وجدي فاق الصبح لقاها ماكو، عمل شيء ما صار بس ما حد شك فيني وما حد بيعرف بس اختي. يعني انت ما بعرف بقى شو بدي احكي عنك، يعني انت او انت ما بعرف، بس هي افعال اولاد اظن، يعني ما في بنت بتعمل هذا الشيء. فانا برايي روحي بيعي البسكليت وجيبي لجدك مثلا هديه، يكون عيد ميلاده او اي شيء، جيبي له هديه ورجعي له المصاري، قولي له هي هيك لقيتها بالشارع، رجعي له حقه للزلمه، يمكن عم يصمد لشيء عيب عليكي. هذه يا جماعه خير قسم بالله ذكرتني بقصه انا كمان عن البسكليت. لما كنت صغير كنت انا حرامي يا جماعه الخير للاسف. يعني الواحد لازم يعترف بماضيه، بس هذا كان ماضي انا. فكنا وقتها بعد النزوح بالشام بالحرب يعني، فكان في شيء اسمه جمعيه، ما بعرف اذا بتعرفوه انتم، انه بيكون مثلا نسوان الحاره كلياتهم بيجتمعوا انه كل شهر مثلا واحده تاخذ مبلغ معين، وعلى مدار السنه كل شهر لازم تدفع مبلغ كمان معين. المهم يا جماعه الخير كان في كيس، والله لا بتذكره، كان كيس احمر هذا بيكون شفاف هيك وبالربط من فوق. جوات هذا الكيس قسما بالله هيك رزمه مصاري بالليره السوري، كان رزمه ماكنه يعني. وشو انا ولد اول مره بمسك هيك شيء او اول مره بشوف هيك شيء اصلا. والله يا جماعه الخير ما بعرف لعب الشيطان بعالي وسرقت هالمصاري ورحت هيك نزلت على الحاره. قسما بالله لهلا بتذكر فتت على محل وقتها اشتريت بيبسي، طبعا هلا مقاطع يعني بس وقتها ما كان في هذا الشيء. المهم اشتريت بيبسي. وشو وقتها اللي بحارتنا بيشتري بيبسي؟ يعني هو ابوك وزير، يعني اللي بيشتري بيبسي كان ابوه وزير. والله وقتها اشتريت بيبسي واشرب الاولاد الحاره كلياتهم سمعوا عندي وبدهم بس يشربوا شفه واحده. المهم من كرمي انا شربته وشربت الكل يعني، وحتى كمان فت على محل البلياردو ولعبت ولعبت الكل يعني. كريم صرت ليوم
يوم كامل. المهم اخر شيء عتمت الدنيا، شو بدي اعمل بهالمصاري؟ لك مصاري كثيره يعني بالنسبه لي كثير كانت كثيره. قررت اني اروح على محل بسكليتات واشتري بسكليته، والله ما كذبت خبر، رحت على محل هالبسكليتات، كان في واحد بيصلح بسكليتات وبيبيع بسكليتات يعني عنده. رحت لعنده ونقيت لكم بسكليته، والله ما بتذكر وقت قديش كان حقها، بس كانت غاليه. ومو بس اشتريت بسكليته، والله وقتها ما خليت تعديل ما عدلت عليها، بدلت لها الدواليب وحطيت لها زينه وحطيت لها على الدولاب هدول بيطلعوا الاصوات ومدري شو، يعني شو زبطت لكم البسكليته تظبيطه اخت حفيانه. اخر شيء والله يا جماعه الخير رجعت على البيت وعمتي شافتني وقالت لي من وينك هاي البسكليته، ورجعتني على المحل ورجعت مصاري لاهلي واكلت بهدله وقتها مرتبه. هاي كانت اول مره انا بنكشف فيها بحياتي لما بسرق، يعني هو كانت انا كثير كنت اول لا تقلدوني، يعني قسما بالله انا ندمان، يعني هذا الشيء عيب وحرام، يعني المفروض انتم تساعدوا اهلكم مو تروح تضروا اهلكم. المهم انا طولت بالقصه، خلينا نروح للتعليق اللي بعده. مره امي كان عندها مشوار وخلتني عند بيت خالتي اللي احبها، من الفرحه عملتها على حالي وما قلت لحدا لحد ما نشفت. هذا الحكي كان عمري 7 سنوات. يعني عم بتخيل منظرك هيك قاعده بالغرفه انت ومبلله وعامله على حالك، بتكوني متشتشه وهيك قاعده بالزاويه، بس انه ما بدك حدا يطلع عليك وما بدك حدا يشوفك. بس انت يعني بعد ما نشفتي وخلصتي من الجريمه اللي عملتيها ما حسيت انه في ريحه صرنه طالعه منك؟ يعني ما حدا لاحظ؟ يعني بدنا نعرف التفاصيل شو صار بعدين، ما حدا لاحظ الريحه؟ يعني هيك ريحه لما بتغب الاواعي وبتنشف بتعلق بالاواعي بتطلع ريحه عفن كمان. انا اسف اللي عم ياكل ويشوف هذا الفيديو، خلاص ما بدي كمل بالقصه، ما بدي كثير اتعمق بالموضوع، خلينا نروح للتعليق اللي بعده. يمكن اطلع في الفيديو، فاذا طلعتني غبش على الصوره والاسم قلت لكم انا رح غبش على الصوره وعلى الاسم، ما رح طلع شيء اصلا لحتى اغبش عليه. امي تخون ابوي من 2020 من كان عمري 11 سنه، ما عشت مراهقتي مثل الاوادم. بتخونه مع اقرب اصدقاء واخواتي الكبار وثقوا بي وقالوا لك على كل اسرارهم، وهسه بعد ما انفصل عن امي صار يروح عند ابوي ومرت اخوي اللي كان يغلط عليها ويكرهها ويفضح بخواتي، الوضع مهزله ورادوا يذبحون اختي. الله اكبر. والله ما بعرف يا جماعه الخير، عم تكتب من 2020 يعني تقريبا القصه صار لها 5 سنين، مدري هي من 5 سنين لهلا عم تخونها ما بعرف، والمشكله اتطلق وما بعرف مين اللي رايد يذبح اختها، والله العظيم ما بعرف. يعني بتضل امك هي يعني، بس ما بعرف ما في ام بتعمل هيك شيء، بس الله يعينك. بس طبعا تعليقات اليوتيوب كيوت، يعني هدول التعليقات اللي عم بخلي لكم اياها عم لقطن تلقيط من التعليقات. يعني العالم نوعا ما بتصير انه بتخاف شوي تكتب انه ببين اسمه، مو مثل الانستا، لانه الانستا بيكون برايفت. يعني لدرجه تشوفوا هلا مثلا هذا كمان راح اذكر اسمه عادي، اسمه كينج بشار، كاتب مره دخلت على حمام النساء. يعني كينج بشار انت مبسوط على حالك؟ يعني قاعد هلا ورا الجوال وعم تكتب لي هالتعليق وقاعد عم تضحك، يعني عم تتحربق علي بشار. بس شوفي يعني بشار دخلت على حمام نساء، يعني شوفي يا بشار، بس شو شفت اكتبنا كمان بالتعليقات، يعني زودنا بالتعليقات مشان نقرا للفيديو، عامل فيديو المتابعين اكتب لنا التفاصيل شو شفت هنيك، يعني بتهمنا التفاصيل يا اخ يا بشار يا حبيبي انت، يعني بس كاتب لي دخلت على حمام نساء، طب اكتب لنا التفاصيل. اوكي روح للتعليق اللي بعده. بيقول مره عمي تحرش فيا وحكيت لاهلي بس اهلي ما صدقوه، لحد الان هو بتحرش بس ممكن ما تطلع اسمي. طبعا يا جماعه الخير انا بعرف انه هي التعليقات كتير عم تجي على اسرار المتابعين، وانا بعرف انه في منهم كذب والعالم هيك عم تكتب بس مشان تطلع بالفيديو، بس كمان في عالم كتير عن جد عم تكتب، يعني في عالم عم تبعت لي على الخاص يعني عن جد قصص والله بتشيب شعر الراس. وانا هذا الشيء عم حطه بالفيديوهات بس مشان نوصل للاهالي انه انتبهوا على اولادكم، ترى هذا الشيء والله العظيم ما فيه لعبه. ولاحظوا اي تعليق بقراه على هذا الشيء بيحكي للاولاد الصغار انه احكوا لاهاليكم، لا تخبوا شيء على اهاليكم. اذا كمان يعني شفت اكثر من تعليق عم يقولوا انه اهلي كثير متشددين ويمكن يقتلوني ومدري شو، ما بظن يعملوا هذا الشيء. وافترضنا اوكي ممكن يكون في اهالي مريضين وبيعملوا هيك شيء، بس اكيد في عندكم قرايبين انتم يعني عاقلين، الا ما يكون في واحد هيك راكز بيناتهم. ما كان في حدا راكز، مثلا الشرطه، جيرانكم، السمان عنكم، اي حدا مثلا يعني اللي قريب عليكم اللي بيعرفك انت، يعني هذا الشيء ما بينسكت عنه. مثل هذا التعليق كمان، يعني ابنك او بنتك عم تيجي تحكي لك انه في حدا عم يتحرش فيني، معقول انت قاعده عم تكذبيها او انت الاب قاعد عم يكذبها؟ يعني هذا الشيء ما فيه لعب. البنت اصلا شلون عرفت هذا الشيء؟ يعني بتمنى الاهل يلاحظوا على هذا الشيء اكثر ويدقوا على هذا الشيء، لانه هذا الشيء عن جد كثير منتشر اخر فتره. وهي السلسله قسما بالله يا جماعه الخير وبدون مبالغه كثير بتجيني رسائل انه اعمل فيديو ثاني عن هي السلسله. بحس العالم بس بدها تفضفض، بس بدها تحكي شغلات صايره معها. وترى على اليوتيوب ما اجى كثير تعليقات، على الانستا قسما بالله في رسائل بتجي يعني بتشيب شعر الراس. فانا قلت لكم والله العظيم هي السلسله انا بدي انهيها، لانه خلص عن جد طولت كتير، وعن جد في كتير تعليقات كمان كذب، بس في كتير عالم تبعت لي والله العظيم انه لا تبطل وبدنا نحكي وبدنا نحكي لك اسرارنا ومدري شو. فانا بتمنى بدل ما انا اكون الملجأ تبعهم لحتى يجي يحكوا لي الاسرار تبعهم، خلي يروحوا يحكوا لاهاليهم، اقل شيء اهاليهم رح يعرفوا يتصرفوا اكثر مني. فبتمنى من الاهالي اللي عم يشوفوا هذا الفيديو، بما انه هي السلسله كتير عم تجيب مشاهدات، ينتبهوا على اولادهم. حتى لو انتم ما بتتوقع هذا الشيء بابنك، انتبه، راقب ابنك، شوف جواله، شوف مع مين بيطلع، شوف وين بيروح باوقات فراغه، مثلا عود
مع ابنك خليه يفضفض لك، لا تحطوا خوف، لا تحطوا رعب جوات اولادكم، لحتى اذا صار معهم هيك شيء ما يجوا يخبروكم. يعني خلي ابنك او بنتك لما يصير معهم هذا الشيء تكون انت الملجأ الوحيد تبعهم، ما يروحوا يكتبوه مثلا لإلي او يروحوا مثلا يشكوا لحدا تاني، خلي يروحوا لعنكم وانتوا اهاليهم. فبتمنى من الاهالي لا يزرعوا خوف جواته ولد يخلي الولد يخاف يحكي لهم هيك شيء. فبس يا جماعة الخير لهون بيكون صار نهاية الفيديو. إذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك، خلينا نوصل الفيديو لأكثر من 5000 لايك، واكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، آرائكم على هي المشاكل وعلى هي الشغلات اللي صايرة، وآرائكم على الحكي اللي أنا حكيته كمان اللي مو مشترك بقناة يشترك بقناة. أظن لما ينزل هذا الفيديو رح يكون موصل ل 145000، فما ضل غير 5000 لحتى نوصل ل 150000 مشترك. فاللي مو مشترك يا جماعة الخير يشترك، يعني هي كبسة. وحتى حسابي على الانستا والله العظيم اليوم عم نشوف الإحصائيات تقريبا أكثر من 94% عم يشوفوا الريلزات ومو عاملين فولو. أنتم متخيلينش يعني 94%؟ يعني أنا بالانستا والله في فيديوهات عندي بتجيب مليون ونص مليون ومئات الالافات يعني، بس ما في متابعين. يعني انا عندي بالانستا بس 20000. فبتمنى كمان اللي مو متابعني على الانستا يروح يتابعني، واللي مو مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس مشان كمان يشوف فيديو يوصلكم اشعار جديد. وحساباتي التواصل الاجتماعي رح تلاقوها كمان كلياتها بالوصف. اي فكره بتحبوني اشوفها، اي فيديو بتحبوا اني اعمل عليه ردة فعل، ابعتوا لي اياها كان على الانستا وعلى التيك توك. او اذا عندكم افكار جديده او افكار غريبه يعني بتشوفوا انه بتجيب مشاهدات، ابعتوا لي اياها كان على الانستا وعلى التيك توك، وابعتوا لي اياها بس ابعتوا لي اياها على التيك توك الجديد، حدا يبعت لي على التيك توك القديم. فبس يا جماعه الخير، دمتم ما دام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.